السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلل غير طبيعي للنادي الأهلي. يعني بإذن الله المباراة اللي جاية للنادي الأهلي لازم يكون في تركيز عشان الكلام اللي حاصل ده للنادي الأهلي من السوبر الأفريقي للسوبر المصري. الأهلي كان وحش على فكرة. الأهلي ما كانش كويس، بدليل إن الشوط الأول بتاع سيراميكا كليوباترا النهاردة، يعني سيراميكا عمل كل حاجة ضغط وأهداف ضايعة، وضيعوا أهداف في النادي الأهلي، وعملوا في الأهلي اللي ما يتعملش، وسبع تمن لعيبة في الأهلي ضايعين خالص. تمام. مفيش تركيز، بيزعقوا لبعض، مش قابلين الكلام من بعض، عشان الأهلي وحش. سيراميكا كان شغال كده عشان الأهلي وحش، مش الاهلي، مش عشان الاهلي، مش عشان الاهلي اللي اداهم المساحه، لا، عشان الاهلي وحش. سيراميكا كان كويس، وسيراميكا اصلا كويس، فرقه كويسه مع المدرب ايمن الرمادي. الفرقه جاهزه وكويسه وواقفه على رجليها. نيجي بقى للشوط الثاني، يعني الامور اختلفت طبعا. الدش اللي خدوه طبعا النادي الاهلي، والتغييرات اللي حصلت في التكتيك، تمام، غيرت الامور بشكل غير طبيعي 360 درجة. تمام. ونادي سيراميكا نازل مريح، حاطط في دماغه ان هو كان شغال كويس الشوط الاول، يبقى الشوط الثاني هيبقى شغال كويس جدا 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 جدا. طبعا النادي الاهلي كان بينزل تحت الكوره. طب انت يا نادي سيراميكا، طب النادي الاهلي نادي تقيل ونادي كبير وسمعته كبيره، كان بينزل تحت الكوره احتراما للكوره، احتراما للكوره. انت المفروض كنت عملت كده كنادي سيراميكا، المفروض كنت عملت كده. تعدي اول 5 6 دقايق في الشوط الاول، تمام، وتظبط نفسك وتظبط امورك. بس طبعا ربنا ما ارادش يعني، وجه فيهم الهدف الثالث، والامور فتحت خالص في نادي سيراميكا. مشكلة كبيرة في النادي الاهلي في الفرقة. الامور مش تمام بالمرة. ان هو الشوط الاول بقى، يعني بقى لهم كام ماتش كده. الشوط الاول ما بيبقوش مظبوطين. تمام. لما في لعيب كوره بيتصاب في النادي الاهلي، الامور بتبقى مش تمام. الامور مش بتبقى مش تمام. يا ريت الناس تشاركني، يعني شاركونا في الرأي ده. يعني الامور مش يعني ما فيش خالص. اللعيبه مش موجوده خالص الشوط الاول بتاعت النادي الاهلي. نزل قفشه غير الدنيا 360 درجة. بس المباريات اللي جاية هتبقى قوية وصعبة جدا على النادي الأهلي. أي نعم هو بيطلع منها، بس اللي جاي هيبقى صعب جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.